إحنا في زمن المسح، ده اللي قاله وحيد حامد في الحلقة اللي فاتت اللي كنت بحكي لكم فيها عن النوم في العسل. لما رجعت أبص كده على مين اللي كتب الأفلام ده، الفيلم ده يعني، لقيته إنه وحيد حامد. وبعدين رجعت أبص كده على معظم الأفلام اللي فعلا لسه عايشة معانا، لقيتها إن هي برضه كتابة وحيد حامد. فأعتقد ده بيقول حاجة يعني. فقلت ليه ما نعملش حلقة ونشوف وحيد حامد ده بقى بيقول ايه. افلام زي آه الارهاب والكباب وعمارة يعقوبيان، البريء، طيور الظلام. الراجل ده في كل فيلم الناس حبته وفضل معانا دلوقتي. طب ليه يعني تفتكروا ليه فضلت افلامه معانا لحد دلوقتي؟ لما جيت فكرت لقيت ان الاجابة مش في القصص نفسها، في حاجة واحدة هو بيعملها. وحيد حامد في الكتابة بتاعته، بالذات في كتابته للشخصية الشريرة في الفيلم، حاجة كده محدش كان بيعملها قبله. بس عشان نفهم الموضوع ده لازم نرجع خطوتين لورا. خلينا نرجع للقصة من البداية ونقول مين هو أصلا وحيد حامد. اللي مش عارف، وحيد حامد هو كاتب سيناريو مصري، اتولد سنة 1944 في الشرقية، وتوفى سنة 2021. درس علم الاجتماع، ودي حاجة مهمة هنرجع لها بعد. على مدار أكتر من 50 سنة قدم أكتر من 100 عمل السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح. أفلام زي البريء، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، عمارة يعقوبيان. كل الأفلام، معظم الأفلام اللي إحنا بنحبها وعملت فعلا فرق في السينما عندنا كانت من كتابة وحيد حامد. بس اللي بيميزه مش الكمية، اللي بيميزه إن هو كان فاهم دوافع الشر، فهم الشخصية دي بتتكتب ازاي. وده الفرق بينه وبين الكتابات اللي كانت قبل كده. يعني لو رجعنا مثلا للسينما، أيام زمان، أيام الأبيض وأسود مثلا، والأفلام القديمة، هنلاقي إن الشرير في الفيلم مثلا في الخمسينات والأربعينات، هنلاقي إن كان الشرير في الفيلم واضح، انت عارفه من اول الفيلم، زي محمود المليجي، زكي رستم، توفيق الدقن، عادل ادهم. كل الوجوه اللي احنا كنا بنشوفها في الفيلم، خلاص انت من اول الفيلم فاهم، اول ما تشوف زكي خلاص هو ده الشرير. يعني بنشوفهم من اول لحظة وبتعرف ان ده هو الشرير. وده كان المقصود، لان كان زمان يمكن مفهوم الشر كان بيتقدم من منظور ان الشر والخير مطلقا، انت يا اما شرير يا اما طيب، مفيش حاجة في النص. عشان كده نلاقي كان الشرير كان وحش، يعني شكلا، صوتا، افعاله. فانت كنت فاهم ان خلاص ده الشرير اللي بيضرب البطل، والبطل في الاخر هيضربه، وكل القصة اللي كانت بتحصل. بس مع بداية ظهور الافلام اللي وحيد حامد بيكتبها، المعادلة اتغيرت. شفنا ان شخصية الشرير لا، شخصية مكتوبة، مكتوبة حلو، شخصية ليها دوافع، عندها مبررات، شخصية بيئة يمكن. فكل ده اللي كتبه كان وحيد حامد. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير عن زمان ان الكتابة كانت بقت كتابة بتقدم شخصيات آه، مش منمطة، وشخصيات مش أحادية الجانب. وزي ما قلت إن الشخصية الشريرة بقت ليها أبعاد مختلفة، ظروف نفسية بقى، اقتصادية، اجتماعية. يعني بدأ يبقى
إنسان، وده حصل تدريجيا زي ما بنقول. خلينا نروح لأول مثال عايزة أتكلم عليه ونرجع لسنة 1986 وفيلم البريء. في البريء الفيلم كان فيه ضابط اسمه شركس، بس شركس ده كان اسم مش اعتباطا كده، كان اسم له رمزية. شركس مش بيعذب الناس، ما كانش بيعذب الناس في الفيلم لأنه سادي، لأ، كان بيعذبهم لأنه كان بيؤمن إن من غير سلطة وحزم الدنيا مش هتمشي، وإن الناس زي عطية لو ما تعاملوش معاهم بقوة ما كانوش هيفهموا. شخصية الشرير اللي هو شركس هنا كان عنده دوافع، هو ما كانش بالنسبة له أنا بعمل حاجة شريرة أو حاجة مش صح أو حاجة غير آدمية، لأ، هو كان فاهم إن دي حاجة بتحافظ على النظام. حاجة غريبة جدا، يعني لما تشوف شركة ده هتحس إنه في منه نماذج كتيرة، مش شرط إن هو يكون في نفس السلطة، ولكن هي الفكرة بتاعت إن الشخص اللي هو بيبرر لنفسه. يعني في الجملة اللي هي بتتقال، ما هو لو ما عملناش كده ما كناش مثلا هيفهم أو ما كانش هيعرف، أو هو المفروض نتعامل معاه بالطريقة دي، أو هو مش هيمشي غير كده أو كده. عشان كده وحيد حامد كان في كتاباته حد مميز، لأن هو بيسألك من اللحظة اللي بدأت تتبرر فيها الظلم ده. آه يعني السؤال هنا، يعني ايه اللي بيفرق ناس كتير عن شركس اللي كان في فيلم بريء؟ خلينا نروح لمثال تاني، وهو سنة 1995 وفيلم طيور الظلام. طيور الظلام قدم وحيد حامد، كان ثلاثية آه اللي هي بتاعت التلاتة اللي كانوا تقريبا من نفس البيئة، ولكن كل واحد خد منعطف مختلف عن التاني. منهم بقى اللي راح للسلطة، منهم اللي تحالف مع الجماعات، ومنهم اللي ما كانش لا مع ده ولا مع ده، كان محايد في النص. وخلانا كده في مواجهة مع يمكن الضمير، لأن في الفيلم المحامين زي ما قلت بدأوا زي بعض، من نفس المنطقة، من نفس ال... الحتة، من نفس الطموح، نفس الأحلام. وفي لحظة واحدة واحد منهم قرر يبيع ضميره، وهي كانت لحظة واحدة، وبعدين اللحظة كانت واحدة تانية وتالتة، وبعدين لقى نفسه في مكان محسش بيه. اللي يخوف لما تيجي تبص على الأفلام دي هتحس إن هي ما مرش عليها الزمن، يعني هتلاقي إن هي نفس يمكن أو قريب من اللي احنا بنعيشه. هي فكرة مين بيختار ايه، يعني إيه الشخص اللي هو هيختار آه الشر أو الطريق اللي مش صح، والشخص اللي هو بيختار الطريق الصح. إن مفيش، يعني فكرة إن مفيش حد بيصحى في لحظة يقول أنا همشي في الطريق اللي مش كويس ده أو الشرير ده حالا، يعني أنا خلاص قررت إن أنا هروح للطريق التاني. دايما هتلاقي فيه سبب ومبرر للحظة أو المرة الواحدة دي. خلينا نقف هنا كده شوية وأقول إن لو الكلام ده وصل آه لو الكلام ده وصل لكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشوفوا الحلقات اللي فاتت، آه وتشيروا الحلقة مع حد تعرفوه. خلينا نرجع تاني، ولكن مش هنرجع على السينما المصرية،
بما ان احنا بنتكلم عن الشخصية الشريرة في الافلام، فاكيد طبعا ما اقدرش ما اجيبش المثال بتاع آه الجوكر. يعني انا عارفة ان احنا بنتكلم في الحلقة دي عن ال الاشرار في السينما المصرية وكده، ولكن ما اقدرش الصراحة ما اجيبش، بما ان احنا اتكلمنا عن سيرة الاشرار، ما نتكلمش عن الجوكر. وانا بتكلم هنا عن الفيلم بتاع لو فاكرين 2019. بيبتدي الفيلم بواحد اسمه أرثر فيليك. الشخص ده بيوريهولك من أول الفيلم هو شخص بيتضرب في الشارع، بيتهزق، كل الناس تقريبا متجاهلاه، حتى مامته. يعني لو الناس اللي اتفرجت على الفيلم، حتى مامته آه، كانت بتعامله وحش. وفي لحظة بنيجي نشوفه بيتحول للشرير، من قتل بقى لعصبية لكل الكلام ده. لما نيجي نبص على الفيلم هنلاقي ان في لحظة كده في الفيلم هتحس ان انت فاهم هو بيعمل ليه كده. خلينا نقول مش متعاطف قوي، علشان اللي بيعمله برضه حاجة غير آه اللي عملوه حاجة غير إنسانية، ولكن انت بتبقى فاهم هو جاي منين، هو ليه بيعمل كده. وده بالظبط السؤال اللي احنا بنجاوب عليه النهارده من خلال افلام آه وحيد حامد، آه اللي كان بيسأله في كل افلامه. بس في الواقع المصري، ايه اللي صنع الشرك؟ في فيلم تاني آه كمثال، وهو فيلم بقى مختلف شوية، وهو معالي الوزير. لأن الشر فيه أو الفساد فيه كان مسار، مش خطة ماشيين عليها، لا ده مسار جه تدريجيا. بيبدأ بالخوف، وبعدين بيتحول لحرص، وبعدين لطمع، لحد ما يبقى أسلوب حياة يومي. وده اللي بيخليه حاجة يمكن مخيفة، لأن آه لأنك مش شايف الخطوة الأولى خطوة للشر، شايفها خطوة للأمل. وحيد حامد كان عنده جملة قبل وفاته قال أنا لغاية دلوقتي ببقى زعلان لما أشوف منظر في الشارع مش عاجبني، وشايفها قضية كبيرة، وناس تانية بتاخدها بسهولة. لأنه كان حد شايف إن الفن لازما يأثر ويخليك تتساءل، مش بس يسليك وخلاص. يمكن وحيد حامد ما كانش بيحكي لك عن الأشرار في الأفلام، لأنه كان لأنه كان دايما مشغول بقضية العدالة بصورة عفوية. كان بيؤمن إن الشخص الشرير لما نفهمه، أو سوري، إن الفن هو مراية للمجتمع. زي اللحظة اللي شركس قرر إن الأسوأ تعليم. انت عارفها اللحظة اللي المحامي قال هي دي بس المرة الوحيدة. هي برضه لحظة يمكن بتعدي علينا، احنا مش بنشوف الشر يمكن من بره، احنا ساعات كمان بنعيشه واحيانا جوانا. مش بقول ده عشان نحس بالذنب، ولكن عشان نبقى واعيين للحظات اللي يمكن بتمر علينا ونبرر فيها افعال ممكن تكون شريرة، ونقف عندها وما نقولش اصل دي مرة واحدة وخلاص. الشرير يمكن في الافلام او في افلام وحيد حامد تحديدا مش شخص بيطلع كده من مجهول، لا ده انسان عنده اختيارات صغيرة، عنده دوافع، عنده بيئة صنعته. والسؤال اللي عايزاكوا تجاوبوا عليه في الحلقة دي
السؤال هو مين أكتر شرير في السينما حسيتوا إن انتوا تعاطفتوا معاه أو فهمتوا دوافعه وليه؟ ده بودكاست صحبة، وعايزة أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو الحلقة عجبتكم، ومتنسوش تعملوا شير مع صحابكم. أنا آلاء أيمن، وأشوفكم في الحلقة الجاية.